أزمة جديدة بتتعرض لها المطربة شيرين عبد الوهاب، لكن ولأول مرة ما تكونش هي طرف الأزمة، لأن الأزمة مع بنتها، وهي أزمة ابتزاز بصور خادشة للحياة ومحاولة انتحار. هنا بنت شيرين عبد الوهاب وعندها 15 سنة، واللي عايشة دلوقتي مع باباها الموزع الموسيقي محمد محمود طليق شيرين، واللي أخد البنات تعيش معاه بسبب المشاكل بتقع فيها أمهم كل شوية، وزواجها من حسام حبيب وطلاقهم كل كام شهر، وكمان إدمانها للمخدرات. القصة بدأت لما الأخصائية الاجتماعية اللي في مدرسة هنا كلمت باباها وقالت له أنت لازم تيجي فورا للمدرسة، احنا عرفنا إن بنتك بتحاول الانتحار. وطبعا هو كان فاكر إن السبب هي أزمة شيرين مامة هنا، وأكيد صاحباتها في المدرسة بيعايروها أو بيتنمروا عليها، لكن لما وصل المدرسة لقى إن الموضوع عكس كده خالص، وإنه بنته حكت لصاحبتها إن في شاب على تيك توك مع صور خادشة لهنا، وإنه هددها بيها إنه هينشرها على السوشيال ميديا لو هي ما بعتتلوش الفلوس اللي هو عاوزها. عشان كده والد هنا واجه بنته وحكيت له كل اللي حصل. والد هنا توجه لمباحث الانترنت وحرر محضر في الشخص ده واللي كان مجهول بالنسبة ليهم، والمباحث قدرت تتوصل لهويته واكتشفوا انه شاب من المنصورة، ولما فتشوا في موبايله لقوا رسائل التهديد بتاعته لهنا، وانه كان عاوز 1000 جنيه بس وكان هيمسح الصور، وانه قدر ياخد الصور بطريقة ما من غير ما هي تعرف. وهنا تحول النيابة اللي وجهت لهم تهم كتير جدا وقررت انها تحيله للمحكمة، والنهارده كانت جلسة الحكم عليه. القاضي اللي حكم في المحكمة النهارده كان القاضي بهاء المري، وده اللي حكم بالإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف، واللي وجه كلامه للمتهم وقال له أقول لك ولمن في مثل سنك من الشباب اتقوا الله في أنفسكم أولا ثم في الفتيات والنساء، وإلا كان هذا هو المصير. وبعدها حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنين. تفتكروا بعد شيرين عن بناتها هي اللي وصلتهم إنهم يقعوا في مشاكل دي ولا إيه؟